قالوا ناس زمان بنت الزنقة معروضة لجميع الناس، أما بنت الأصل بالذهب والجوهر تتقاس. صدق ناس زمان. السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير على خير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم، قناة لمسة وتدابير. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله وعلى بركة الله. كما راه ظهر لكم في أول الفيديو، ظهر لكم مملحات خفيفة ظريفة بمكونات اقتصادية، الحشوة اقتصادية. وش فيها هذا الوصفة؟ يلا نبدأ. بسم الله بسم الله. بديت على النبي صليت وليكم هذا الوصفة يا أحبتي في الله هديت. مش درت فيها 5 كيسان تاع 220 مليلتر نتاع فارينة دقيق الأبيض اللين. درت مغرف نتاع حليب لحظة اون بودغ. درت مغرف وربع نتاع خمارة الحلوى، خمارة القاطو. درت مغرف نتاع سكر ماشي معمرة مليح. خلط المكونات مع بعض. من بعد درت مغرف صغيرة نتاع ملح. وما ننساش درت في الاول باكي تاع ليفيغ شيميك. وراني ندير دركا في الزيت درت 6 مغارف نتاع زيت ماشي معمرين بزاف. درت 6 مغارف تاع زيت المائدة. تحبوا زيت زيتون ديروا زيت زيتون عادي. نبسس ندخل الزيت في المكونات نتاعي، ديرونجات للبراسلي غورميت راني نطلع فيها. نبسس مليح ومن بعد واش ندير الماء. نسيت بياض البيض. من بعد باش تفكرتو درتو في نص العجين. درت 2 حبات بياض البيض والصفار خليته باش نباديجوني به. شوفوا راني لمت تدريجيا. درت الكاس الاول تاع الماء كما راكم تشوفوا. لمت مليح المكونات تاعي. هذه عجينة الهمبرجر وتقدروا تعتمدوها كمملحات. شوفوا نسيت بياض البيض معليش، راني المهم تفكرتوا. درت بياض البيض في العجين تاعي ولمد العجينة تاعي، لمدها مليح. ومن بعد ندخل فيها مغرف كبيرة نتاع زبدة. شوفوا شحال بقى لي من الماء، 4 كاس. الوصفة خضات لي كاس زائد كاس إلا ربع تاع ماء في 5 كيسان فارينة. كل فارينة وكيفاش. راني دركا كي لمتها درت لها مغرف نتاع مارغرين طرية ودخلتها فيها مليح حتى رجعت ليس. ومن بعد ندهن الغسيبيون تاعي ونحط العجين تاعي يخمر ونحضر معكم الحشوة. انا درت 2 حشوات لانه انا ما ناكلش الدجاج. درت حشوة بالبصل والجزر والثوم والدجاج والفرماج غابي. والوصفة الثانية درت لها البصل والجزر، درت لها السلق ايضا، درت الثوم والسلق ثاني، ودرت فرماج غابي والطون. الوصفة الثانية اللي في المقلة الصغيرة درت لها الطونة. كما راكم تشوفوا احبتي في الله راني نخلط في المكونات تاعي. درك نحطهم فوق النار نقليهم كيف ومن بعد تشوفوني واش نضيف لهم. شوفوا الاخر ندير له الدجاج، والاخر هذه الكركم فلفل الكحل والملح. هذا ما ندير في المكونات تاعي. راني نقلي في الخليط تاعي كما راكم تشوفوا. راهي تقلاني سرعت الفيديو لانه جا طويل، جا فيه 19 دقيقة. نقصت منه باه ما تملوش. شوفوا راني نقلي في المكونات تاعي. كي دوكا ندير الدجاج مقطع اوندي صغار. هذا ربع صدر تاع دجاج فقط. وفضل ليا الحشوة بقات لي. انا درت هذوك المكونات طاوني 7 خبزات نتاع هذوك الطوال تاع لي باتو هذوك اوفال، وطاوني 3 خبزات نتاع اللي محشيين بالسلق والطونة. طاوني 3 خبزات مدورين ملاح، وخبزة همبرجر بالمعنى. جاتني 10 خبزات نتاع مملحات، عطاتني 10 خبزات. وملاح الخبزات درت فيهم 60 غرام في الخبزة. أما الهمبرجر درت 50 غرام
درت الخبزة صغيرة. علاش هذا الوصفة كما نقولوا 3 عصافير بحجرة واحدة تقيسوهم. علاش قلت لكم 3 عصافير؟ لانه درت حشوتين، 2 حشوات. درت حشوة نتاع السلق والطونة، والاخر الجود من موجود واش عندك، وحشوة بالدجاج، والاخرى درتها وحده درتها همبرجر فقط باش نوري لكم باللي هذه العجينة تقدروا ديروا منها مملحات وهمبرجر. شوفوا، درت السلق تاعي واللي هي درت الدجاج ودرت شويه ما خليته تكتك شويه. هنا دركا راح ندير الطونه نتاعي كما راكم تشوفوا، من بعد ندير فرomاج غابي. هنايا فرomاج غابي في الاخر ايضا نخلط نخليه. خرجت حشوه مع الكاب هذاك الاخر الجبن المبشور. انا ندير نابولي كما راكم تشوفوا. درت شويه هنا وندير وشويه يعني مطفيه الفرن. هنايا طفيت الفرن كما راكم تشوفوا، الفرن راه طافي. راه طافي الفرن. دركا نزيد ندير الجبن المبشور في الحشوه الثانيه تاع الدجاج. قلت لكم ربع صدر تاع دجاج دار لي وفضل منه، الحشوه فضلت لي. ندير كاش ما نزيد ندير بها، بالك نزيد ندير لهم منهم مملحات. شوفوا، ومع الاخر ندير المعدنوس. خلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف، اضغطوا على عنوان الفيديو يظهر لكم صندوق الوصف. نقول لكم يلي داخل قناتي صدفه، نقول لكم لا تنسونا باللايك، كومنت محفز، الضغط على الزر ليصلكم جديدي، وقول لكم مرحبا بكم، الدار داركم والعتبه لينا. اما المشتركين اللي مضارين ومتعودة معاهم، قل لهم ربي يحفظكم ويجازيكم بالخير يا أغلى وأوفى متتبعين ومتتبعات. يدوم الود يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا، ما تنساوش بس طلنا على اللايك هذيك باش يوصل الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدات، وكومنت أعطيوني رأيكم في وصفة المملحات نتاع اليوم. شوفوا شحال خرجت لي. كما قلت لكم 10 خبزات كاملين ما بين المدورين والاوفال. شوفوا الصفار البيض هذوك 2 حبات درت لهم قيمة 2 مغارف تاع زيت ومغرف تاع خل باديجون باش نباديجوني بهم المملحات تاعي. ضربت مليح ودركا نعمر الاخر تاعي. ما نديرش الجبن لانه راني درت في الحشوه في المقلاة. درت الجبن نشكل دي باتو، وهذه نشكلها مدورة كما راكم تشوفوا. نديرها مدورة. راني مسرعة الفيديو باش ما يجيكمش طويل. هذه الحشوة تاع السلق والطونة كما راكم تشوفوا. دقا نقفل المملحة نتاعي، نقفلها مليح، نغلق عليها باش ما تخرجليش الحشوه، ومن بعد نقرصها شويه ونستف في صنيوه مفرشه بالبابي سيلفيغيزي. واذا ما عندكمش بابي سيلفيغيزي معليش دهنوا الصنيوه فقط. انا تعمدت درت صنيوه درت فيها بابي سيلفيغيزي، وصنيوه دهنتها برك بالزيت باش اللي ما عندوش بابي سيلفيغيزي يقدر يدير صنيوه هكاك يدهنها فقط. كما راكم تشوفوا هذوك المدورين درت لهم الساندويتش، وهذو درت لهم الجلجلان محمص اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا كيفاش درتهم. شوفوا شتو كيفاش جاتني ولا اروع. شوفوا جاتني يعني وصفة واش نحكي لكم واش نخلي. شوفوا الجو خفاف خفاف خفاف. دركا وقت البحر قرب. ان شاء الله كل عام والامه الاسلاميه بخير. ان شاء الله يوصل علينا عيد الاضحى، ولكم ينعاد عليكم وعلى علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله اللي في قلبه حاجه ان شاء الله ربي يحققها له. ها هم المملحات امامكم احبتي في الله. شوفوا شحال خرجت لي من خبزه. تاكلوا وتوكلوا، ولا غير تاكلوا وتوكلوا. في آخر المطاف ما عساي أن أقول لكم إلا دمتم في رعاية الله وحفظه، مع وصفة جديدة بإذن الله تعالى. والله فارقنا بلا ذنوب. سلام.